السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي يوميات مع طبخ وحلويات. اليوم جبت لكم كيكة شوكولاتة سهلة وسريعة بدون كريم شانتي. نروحوا للمقادير وطريقة التحضير. نهزوا 3 بيضات، البيض يكون في درجة حرارة الغرفة، نديروا رشة ملح مغرفة صغيرة فاني، نخلطوهم مليح ونكبو نص كاس سكر، والكاس هذا يهز 220 مليلتر نقسنا به كلش. نفرغوا السكر بشوي باش ما نحرقوش البيض هذاك، ونزيدو نص كاس زيت وثاني نكبوه بشوي هكذا تجينا الكيكة خفيفة. دوكا نزيدو كاس غير ربع حليب، دوكا خلطنا كلش. دوكا نجيبو الفارينة تاني قسنا بنفس الكاس، نديرو كاس معمر ونزيدو نص ونكبوها هي تاني بشوي ونخلطو حتى نخلصوها. شوفي كيفاه انا خلطو فيها. نزيدو 2 مغارف معمرين كاكاو، والكاكاو خيري نوعية تكون مليحة باش يجيك الكيك مليح. خلطيهم مليح، زيدي كيس خميرة ونصفيوها، وحنا نكونو الفرن شعلناه درجة الحرارة تاعو تكون 170، وهذا الكيكة تقعد 25 دقيقة. نهزو البلاطو ويكون القيس تاعو 25 على 30، نفرغو المسكوتة ونحطوها طيب، نهزو إطرة تاع حليب نحطو فيها 10 مغارف تاع فارينة، ونزيدو 3 مغارف تاع نشا و3 مغارف سكر، ونزيدو شوي فاني ورشة ملح، نخلطوهم مع بعضهم حتى يذوبوا. وهذه الكريمة حين نقسموها على 2 طبقات، كل طبقة بلون، وحدة بالشيكولا وحدة فاني، ونزيدو نكملو النص الثاني تاع الحليب، سما دات لنا إطرة ونص حليب. دوكا نخلطوهم نحطوهم على النار، نخلطو ما نحيوش كل يدنا حتى تولي هكذا كريمية، ونزيدو لها 2 مغارف زبدة. شوفي كيفاه ولات. كيكة هذيك كان ستابس، هزينا كاس تاع الحليب وزدنالو القهوة، خلطنا نسكافي فيها وزدنالو مغرفة تاع طوفية لداخل، خلطناهم وكبيناهم في الكيكة هذيك. هذا الكاس ثاني يهز 220 مليلتر، نكبوه بشوي وزدنا كملنا الباقي. شوفي كيفاه شربتها. هنا تعرفي باللي الكيكة تاعك هي ناجحة كي تشرب واش كبيتي لها. دوكا الكريمة هذيك وجدت، كبينا لها فاني سائلة تاني، ودوكا نكبو نصها اللي هي سخونة هكذا، نكبوها في الكيكة، نكبو نص ونخليوها بجيه. لها قلت لك هذه الكيكة فيها 2 طبقات، كل طبقة بذوق. ودوكا نهزو طابلة تاع شيكولا نتيا لا بغيتي ديري شيكولا نوار ولا ديري شيكولا بالحليب، انا درت شيكولا نوار. خلطتها فيها وزدت لها لاروم تاع الشيكولا، خلطناهم مع بعض مليح. دوكا نكبوها في البول ونخليوها تبرد برك، تحطيها برك ما تحطيهاش في الثلاجة، حطيها برك هنا في درجة حرارة الغرفة. بعد ما قعدت 1 ربع ساعة ولينا ليها، 1 ربع ساعة، 1 ربع ساعة ونص، 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 1 ربع
دوكا كبيناها في البوشادوي ونحطوها هكذا فوق الكريمة الأولى، فوق الطبقة الأولى. شوفي كيفاه درنا، شوفي كيفاه جات. دوكا نزيدو لها الكاكاو فوقها، دوكا نقلبوها للثلاجة حتى نديرو لها هكذا منابع، نقلبوها للثلاجة كي تبرد ونقدموها. شوفي كيفاه جات مرة. هذه الكيكة سهلة وسريعة والذوق تاعها خفيفة وبنينة. دوك تشوفي كيفاش جات، شوفي الكيكة كيفاش راهي طرية مرة، كي تاكليهم جاية خفيفة وتشهي. شهيتكم في الجنة وشكرا. واللي ما اشتركتش في قناتي تشترك ليصلها كل جديد، ونتمنى تجربوا الوصفة وتشاركوني رأيكم في التعليقات وشكرا.